نظمت منظمة سارة مسيرة حاشدة في مدينة قمشلو لوضع حدا لجرائم القتل المرتكبة بحق المواطنة هيلين أومري خاصة والنساء بشكل عام. تجمعت العشرات من أهالي مدينة قامشلو أمام مقر الأمم المتحدة لتضامنا لوضع حدا للجرائم المرتكبة بحق النساء. وشارك في المسيرة أهالي المواطنة هيلين أومري التي قتلت على يد زوجها. وبدأت المسيرة مشيا على الأقدام وهم يرددون الشعار المرأة حياة لا تقتل الحياة. واستمرت المسيرة بترديد الشعار حتى وصولهم إلى حديقة حلبجة. لها القراءة البيان بلغتين، اللغة الكردية واللغة العربية. باللغة العربية من قبل منظمة سارة روني حسن، واللغة الكردية من قبل الإدارية في مؤتمر ستار ريحان تمو. وهي انتهاك صارخ لحق الحياة الذي هو مصان لجميع البشر، ونحن كحادتها دون البحث عن حلول جذرية لقضايا المجتمع وخاصة قضية المرأة، ومن أجل الحد من حدوث هذه الحالات وضمان حقوق المرأة تم إصدار قانون خاص بالمرأة 2014 حيث تعتبر جريمة قتل المرأة بذريعة الشرف كأي جريمة أخرى يعاقب عليها وفق القانون. وبعد قراءة البيان بلغتين باللغة العربية والكردية تم إلقاء كلمة من قبل اتحاد النساء السرياني مريانا عيسى. دي شريعة ودو شرف هانستكوي عقوبة وفق دو قانون هانستمر دربو طوي رئاسته ليحيرو ثديدا انه يحيرو ثلاثة بس انه جبون دو فوقه ولا الوشو يحيرو ثبو فكريو بثقافة وبتعليمية طبعا ودود الكل دنيشة تيهي حيود النيشة كاشيرو ثلا حولو. اختتمت المسيرة بترديد الشعار المرأة حياة لا تقتل الحياة.